بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم شيماء مصطفى. هنبدأ إن شاء الله النهاردة درس جديد هنتكلم فيه عن مجموعة من الأفعال اللي بتستخدم في الحياة الاجتماعية في اللغة الأسبانية، ويكاد أنها تكون بتستخدم ممكن في أفعال منها بتستخدم يوميا. أنا جمعت لكم حوالي يعني أكتر من 70 فعل تقدروا تستخدموهم في إن انتوا تقدروا تعملوا بيهم جمل باللغة الأسباني. طبعا احنا درسنا مع بعض المضارع، فاحنا هنتكلم النهارده في الافعال ديت، وهنتكلم بيها في صيغه زمن مضارع اليقين. لكن طبعا اي فعل منهم تقدروا طبعا لما ندرس الماضي والامر والمستقبل وهكذا اي زمن تقدروا طبعا تصرفوه في اي زمن. واحنا اتفقنا ان المضارع من اهم الازمنه، لان انا اول مره بتعامل مع الفعل بيكون مع زمن المضارع، يعني اول مره بعرف الفعل ده خالص بعرفه في زمن المضارع، بعد كده اقدر اصرفه في اي زمن اخر. طيب احنا قلنا احنا مجمعين اكتر من 70 فعل، بس ميزه الافعال بتاعه النهارده غير ان هي مهمه في اللغه الاسبانيه، هي افعال كلها افعال منتظمه، يعني تخضع الى القاعده العامه، ما فيهاش ولا فعل من الافعال الغير منتظمه او الافعال الشاذه. هناخد الفعل نشوف مجموعه ايه، نشيل نهايتها ونحط النهايات اللي احنا اتعلمناها بنحطها لزمن المضارع، ان كل ضمير ليه نهايه خاصه بيه. طيب احنا اتفقنا ان مجموعات او الافعال في اللغه الاسبانيه بتتقسم لثلاث مجموعات: مجموعه اولى بتنتهي بالا ار، مجموعه تانية بتنتهي بالاي ار، مجموعه ثالثه بتنتهي بالاي ار. وقلنا ان كل مجموعه ليها نهايه خاصه بيها، وكل ضمير داخل يعني كل ضمير ليه نهايه برضو خاصه بيه داخل كل مجموعه. فالنهاردة هنبدأ ونقول los verbos regulares más importantes de la lengua española، يعني الأفعال المنتظمة الأكثر أهمية في اللغة الأسبانية. هناخد بعض الأفعال المجموعة الأولى. احنا قلنا الدرس بسيط، لكن أنا أقدر أستغل واستفيد منه بأن أنا كل فعل من الأفعال دي لو صرفته في المضارع صح مع أي ضمير من الضمائر اللي احنا خدناها وحطيت له مفعول أو كونت له جملة، فأنا استفدت حوالي على كل فعل 3 4 5 جمل. فتخيلوا 70 فعل في العدد ده كله، فانتوا قدرتوا تكونوا بنفسكم كام جملة. استخدم الفعل وحطه في جملة عشان ما تنساهوش وتحفظه. اي كلمة اي فعل مش عارفين تحفظوه حطوه في جملة، لو عملته في جملة خلاص انا مش هنساه تاني. خلاص كده تمام. لو خدنا مجموعة اولى هنقول اللي بتنتهي بالا ار، فعل زي امار. امار يعني يحب. اندار. اندار يعني يمشي. ايودار يساعد. الكيلار يستأجر، يعني يأجر شقة مثلا، يأجر مكتب. بايلار يرقص. بوسكار يبحث عن شيء، يبحث عن عمل اسمه بوسكار. كانتار يغني. كامينار يمشي. كوثينار يطبخ. كومبرار يشتري. كونتستار يرد او يجاوب، يعني لو حد بيسألني انا بعمل له كونتستار، بعمل له ان انا برد عليه او بجاوبه. ديسيار يريد او يرغب. ديسكانسار يرتاح. ديخار يترك. انترار يدخل. انبيار يرسل رسالة، يرسل خطاب، يرسل اي حاجة. انبيار. اسكوتشار يسمع، وتيجي بمعنى برضو ان هو يسمع وهو ينصت الى الشيء، يعني انا بستمع الى الموسيقى فانا مشغلها وبسمعها، مش مثلا معدي وسمعت موسيقى، لا، اسكوتشار يعني يسمع الشيء وينصت ليه. اسبرار ينتظر. استوديار يدرس. انسينيار يعلم حد حاجة، يعني انسينيار. فيرما او ممكن يقول يعني معنى يعلم، او ممكن يكون ايه بيشير اليها، فيجي برضو معنى انسينيار. فيرمار يوقع يمضي يعني على شيء. فومار يدخن. جانار يكسب او يفوز. جاستار يصرف. ابلار يتحدث. لابار يغسل. لابارسي يغتسل يعني يستحمى او يغتسل. لمبيار ينظف او ينظف. يبار يعني يحمل شيء، يشيل شيء، يعني يبار. يجار يعني يصل. ميرار ينظر. نيسيسيتار يحتاج. أولبيدار ينسى. باجار يدفع. براكتيكار يمارس. بريجونتار يسأل. ريجريسار يعود. ريباسار يراجع. توكار يلمس أو يعزف آلة موسيقية. تومار يأخذ أو يتناول قهوة، يعني حاجة يشربها، يتناول أكل، ممكن نقول تومار. ترمينار يعني ينهي. ترابخار يعمل. بيخار يسافر. أي فعل من الأفعال دي قلنا إن هو فعل منتظم، مش بغير فيه أي حاجة، بل بالعكس بشيل النهاية وأحط النهايات اللي أنا اتعلمتها وحطوه في جملة يا جماعة عشان يثبت معاكم. آمار. أندار. أيودار. الكيلار. بايلار.
buscar, cantar, caminar, cocinar, comprar, contestar, desear, descansar, dejar, entrar, enviar, escuchar, esperar, estudiar, enseñar, firmar, fumar, ganar, gastar, hablar, lavar, lavarse, limpiar, llevar, llegar, mirar, necesitar, olvidar, pagar, practicar, preguntar, regresar, repasar, tocar, tomar, terminar, trabajar, viajar. خلاص كده دول مجموعة أفعال مجموعة أولى هنصرفهم بنفس الطريقة، وأتمنى تعملوا منهم كمية جمل كويسة عشان برضو تبقوا استفدتوا. لو أفعال مجموعة تانية بتنتهي بالإي إر زي aprender يتعلم، beber يشرب، comer يأكل، creer يعتقد، correr يجري، comprender يفهم، deber يجب، esconder يخفي أو يخبي حاجة مثلا esconder، leer يقرأ، ميتير بيجي مع حرف الجر ان يضع، بروميتير يوعد، يعني انا بوعد حد بحاجه فبيبقى الفعل اسمه بروميتير، يكسر رومبير، تيمير يخاف، بندير يبيع. دول بعض افعال المجموعه الثانيه، افعال برضو منتظمه ما فيهاش ولا فعل شاذ. هنشيل النهايه ونحط النهايات اللي اتعودنا عليها مع المجموعه الثانيه، سواء بقى في المضارع او ايا كان بعد كده الازمنه اللي هناخدها، ونعرف الافعال برضو المنتظمه فيها. طيب ابرندير يتعلم، بيبير يشرب، كومير يأكل، كريير يعتقد، كورير يجري، كومبريندير يفهم، ديبير يجب، اسكندير يخفي، ليير يقرأ، ميتير ان يضع، بروميتير يوعد، برومبير يكسر، تيمير يخاف، بندير يبيع. طيب أفعال مجموعة تالتة اللي بتنتهي بالإي إر زي أبرير يفتح، أدميتير يعترف، أسيستير بيجي مع حرف الجر يحضر، كوبرير يغطي، ديسكوتير يناقش، ديسيدير يقرر، ديسكريبير يوصف، ديسكوبرير يكتشف، اكسستير يوجد، اسكريبير يكتب، بارتير يرحل، بارتير سي يقسم، اوميتير يحذف، ريسيبير يستقبل، سوبير يصعد، سفرير يعاني، أونير يوحد يعني يعمل وحدة، بيبير يعيش. يبقى عندي أفعال مجموعة تالتة منتظمة بتخضع للقاعدة، بنشيل الإي إر ونحط النهايات. أبرير، أدميتير، أسستير، كوبرير، ديسكوتير، ديسيدير، ديسكريبير، ديسكوبرير، اكسستير، اسكريبير، بارتير سي، اوميتير، ريسيبير، سوبير، سفرير، أونير، بيبير. خلاص كده احنا قلنا ان احنا بنتكلم النهارده عن زمن المضارع، وعندنا افعال منتظمه نقدر نشيل النهايه ونحط نهايات المضارع. وطبعا يا جماعه عندكم اكتر من قلت لكم 70 فعل، كل اللي هتعملوه هتاخدوا الفعل وتصرفوه مع ضمير وتعملوه في جمله في المضارع. تمام. لو حبينا نعمل شويه تطبيقات وانتوا اعملوا زيها، هنقول ايه مثلا؟ usted practica algún deporte. usted practica algún deporte. فعل براكتيكار فعل مجموعة أولى، شلنا النهاية بتاعته الآ إر وحطينا الآ لأن أستاذ دي ضمير ثالث بتعامل معاملة الضمير الثالث. فمعنى السؤال حضرتك بتمارس أي رياضة، أو هل تمارس حضرتك أي رياضة؟ أستاذ براكتيكا الجون ديبورتي. ممكن انتوا بقى تستخدموا براكتيكار، تقولوا أنا بمارس الرياضة، أنا بحب أمارس لغة الأسباني، أيا كان الجملة بتاعتكم، بس أنا قلت لك الفعل أهو حطه في الجملة اللي تناسبك. طيب ellos siempre venden barato. هم دائما بيبيعوا بسعر رخيص. بندن ده فعل بندير يبيع، وطبعا هو مجموعة تانية فشلنا النهاية وحطينا نهاية اللي بتيجي مع الضمير ellos. Los domingos nosotros siempre leemos el periódico. los domingos يعني كل يوم حد، هو هنا جمع بيها كل يوم حد يعني. nosotros نحن دائما بنقرأ الجورنال. el jueves comemos en un restaurante، يعني يوم الخميس هناكل في مطعم، اي مطعم، يعني يوم الخميس هناكل في مطعم. احنا اتفقنا ان المضارع ممكن يجي بمعنى مستقبل قريب، يعني خلاص يوم الخميس هناكل في مطعم. el jueves comemos en un restaurante. Juan estudia la lección y
repasa los ejercicios. خوان بيذاكر الدرس وبيراجع على التمارين. ejercicios يعني التمارين. خوان estudia la lección y repasa los ejercicios. طيب escucháis normalmente música. هل تسمعون عادة الموسيقى؟ يعني باجي اسال مثلا ايه، بس شايف حد شايفهم بيسمعوا مزيكا فبقول لهم انتوا متعودين تسمعوا مزيكا؟ هو ده معنى السؤال. escucháis normalmente música. en junio termino el curso. في شهر يونيو انا هنهي الكورس بتاعي. en junio termino el curso. في شهر يونيو انا هنهي الكورس بتاعي. yo no fumo. انا مش بدخن. yo no fumo. mi jefe cambia poco de coche. mi jefe cambia poco de coche يعني الرئيس بتاعي بيغير عربيته قليل، يعني مش من النوع اللي بيغير عربيته كتير. بوكو دي يعني قليلا. طيب yo amo a mi madre. أنا أحب أمي. yo amo a mi madre. أنا أحب أمي. طيب في نقطة بس عاوزين نقولها. yo أنا amo أحب. مي مادري ده المفعول. لو المفعول يا جماعة بتاعي في الجملة إنسان مي مادري لازم أحط حرف الجر لكن لو بقول مثلا يو كومبرو اون ليبرو، أنا بشتري كتاب، مش محتاجة أحط لأن كتاب ده شيء. إذا كان المفعول بتاعي جماد شيء ما بحطش لكن لو المفعول بتاعي إنسان حي كائن حي لازم أقول يعني بقول إيه يو آمو مي مادري. لكن يو كومبرو اون ليبرو ما ينفعش اقول يو كومبرو اون ليبرو، لا غلط. لكن يو امو مي مادري يبقى المفعول بتاعي لو كان انسان لازم احط لو كان شيء ما بحطش كده. الدرس بتاعنا خلص. الدرس بسيط جدا. كل اللي انا بقوله لكم هو مفيد في ان انا عندي افعال، كمية افعال كتيرة، افعال منتظمة اقدر اصرفها في المضارع بالطريقة اللي احنا تعودنا عليها، واقدر اعمل جمل زي الجمل اللي احنا عملناها ديت كده زي ما يعجبكم. خدوا اي فعل من الافعال ديت وحطوه في اي جملة علشان يثبت معاكم، وابدأوا بقى ان انتوا من المرحلة دي تبدأوا تكونوا انتوا جمل بالاسباني بنفسكم. انتوا وصلتوا لمرحلة كويسة ان انتوا تقدروا تتكلموا حتى ولو في صيغة او في زمن المضارع بالاسباني. تمام كده. ان شاء الله الفترة الجاية هعمل لكم دروس عن الماضي، ونبدأ بقى شغل في أزمنة الماضي. ما تنسوش بقى اللايك والشير واشتراك في القناة. اسباني بالعربي. كان معاكم شيماء مصطفى، اقول لكم السلام عليكم.